اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله وأسعد الله أوقاتكم بكل خير حبيباتي. إن شاء الله تكونوا كانوا بخير وعلى خير، ويلقاكم الفيديو تاع اليوم في أحسن الأحوال انتم وحبابكم واللي عزاز عليكم. نقولوا دائما اللهم صيبا نافعا، والحمد لله على كامل النعم التي لا تعد ولا تحصى. ربي راه نعمها علينا. ومن جهة خلاف نقول لكم طليت على خياتي بحاجة حلوة، ربي يحل ياماتنا وياماتكم إن شاء الله. كما راكم تشوفوا في الصور لي طرونش باتيسري درتها بالمول الاسطوري اللي راه داير حاله بطريقه جد سهله وبسيطه، ان شاء الله تنال اعجابكم. روحوا للوصفه خياتي. شوفوا هنا انا درت 3 حبات بيض، بصح الحبات البيض تاوعي صغار بزاف. تسمى اذا عندكم حبه تاع البيض كنقولوا كبيره يعني مليحه، ديروا غير زوج، وإلا كانوا صغار ديروا 3. هنا كيما يعني كيما مالفه ندير معكم الجنواز، نفصل انا هذه هي الطريقه اللي معتمدتها. نفصل البياض، ندير رشه ملح كيما راكم تشوفوا، ومن بعد نطلع البياض حتى يولي رغوي مليح. ومن بعد باش نزيد هنا درت السكر، درت 2 مغارف سكر، يعني يكونوا 2 مغارف، ما يكونوش بومبي بزاف. حوالي 2 مغارف سكر، يعني كل حبة تاع بيض، قاعدة تاع الجنواز كل حبة بيض تقابلها ملعقة تاع سكر، ولا كل حبة بيض قابلها 30 غرام سكر وفارينة. هنا درت 2 مغارف سكر في 3 حبات بيض، خطراش البيضات تاوعي قلت لكم صغار. وتانيك باش نتفادى ما تجينيش الباتيسري تاعي حلوه بزاف. كيما راكم تشوفوا نقعد نطلع في هذاك البياض البيض حتى يولي لي بهذه الطريقه، يولي ميرانغ. شوفوا هنا درنا هذاك المنقار تاع العصفور. هنا نحبس واش ندير، هنا تضيفوا الصفار بالتدريج. هنايا البنات انا غلبوني حطوا في زوج، نتوما ديروا صفار بصفار يعني غير بالحبه، وتخلطوا مليح حتى تحصلوا على خليط يكون ابيض، يعني هذاك الصفار يرجع ابيض. هنا تعرفي بلي سي بون، نحبس الباتور ديالي ونروح نجيب المواد الجافه، واللي هي 2 مغارف ونص فارينه يكونوا معمرين، مع نص مغرفه، يعني كنقولوا نص نقولوا على راس المغرفه هذيك القهوه الصغيره لا ليفر، واللي يكون غربلتهم من قبل. هذا هو المول، غلفته بابي كويسو، ونجيب الخليط تاعي نفرغه، ومن بعد نخبط 2 خبطات هكا وندخلو للفور اللي كنت شعلته يسخن من قبل. هنا البنات كما راكم تشوفوا التصوير راهو شويه عيان، بيسك راني نخدم ونصور بيد، يعني شاده التليفون بيد ونخدم بيد. ان شاء الله تعذروني خياتي. هذه هي الجنواز تاعنا بعد ما طابت. نتوما تحبوا اذا ما كنتوش مزروبين خلوها تريح ومن بعد قطعوها. انا على جال باش يعني ندير لكم الفيديو ونصور، ما خليتهاش ترتاح. قطعتها على زوج، وهنا كنت وجدت الشربات ولا السيرو اللي نشرب به الجنواز تاعي. درت فنجان صغير هذاك تاع لاتاي سكر ب2 فناجل الماء، وزدت عليهم لاغوم تاع الكراميل. ولا تحبوا ديروا لي طرونش تاع قارص ولا تاع تشينا ولا اي ذوق، يعني تحبوه نتوما، لا فاني ولا اي فراز كيما حبيتو. هنايا كنجيب كاس غربع تاع بودره شانتيي، نجيب تاني هنا حوالي 4 كاس ماء، ونضيف هذاك الماء ايضا بالتدريج. يعني هذه القاعده تاع الكريم شانتي باش تجيكم طالعه وثقيله، دائما نقول لكم ما تفرغوش الكيله تاع الماء مباشره، يعني روحوا ليها غير بالتدريج. هنايا جبت هذه الشوكولا تاع اللي يديروها الدراري الحليب، زدت مغرفه. اذا عندك الكاكاو ديري كاكاو، خاصه اذا كان بني نوعيه بنينه راح يعطيك مذاق في الكريمه تاعك، يعني يجي بزاف بنين. هنا واش جبت كي درت الشوكولا هذيك حسيته شويه ثقيل، جبت حوالي 2 مغارف حليب. وهنايا كنت ذوبت شويه شوكولا، يعني شوكولا نوار. هنايا زدت ضفت شويه لداخل الكريمه تاعنا. هذا هو المال يعني اللي استعملته، ما استعملش بزاف، يعني شوفوا واش قعد. بعد ما طلعت الشونتيي تاعي كما راكم تشوفوا، نبدا نمونطي فيها، نفرغها لداخل. هنا كالعادة يعني حبست التصوير، كملتها كما نقولوا عمرتها على الداخل وكملت يعني ليسيتها من الفوق باش يعني نقدر نصور، ما قدرتش نشد ونصور بيد وحده. كما راكم تشوفوا هذه هي الباتيسري تاعي. هنا جبت شوكولا اللي كنت ذوبتها وزينتها بهذه الطريقه. التزيين دائما يقعد اختياري، الحشو دائما البنات يقعد اختياري. للامانه البنات الداخل كان عندي كراميل، زدت شويه كراميل على الداخل، يعني ما صورتش هذيك المقطع.
ودائما نقول لكم الحشو يقعد اختياري، حبيت ديروا كراميل ديروا لي فروي ديروا مكسرات تحمصوهم ديروهم من الداخل، يعني اليكم الاختيار. انا فقط عطيتكم الطريقه حبيباتي وان شاء الله تنال اعجابكم. هادو هما لي طونج باتيسري تاعنا، شوفوا كيفاش جات مشربه اي بورتو ما خليتهاش يعني تبات ولا مباشره قطعتها وحطيتها كما راكم تشوفوا. قلت لكم ان شاء الله تنال اعجابكم وان شاء الله تجربوها وان شاء الله تعطوني رايكم في التعليقات. واذا كنتوا اول مره تدخلوا القناه حبيباتي نقول لكم مرحبا بكم في القناه تاعنا وفي العائله تاعنا. ان شاء الله تبارطاجيو الفيديو اذا عجبكم، تخلوا لي جيم، تخلوا لي تعليق محفز، كل كلمه طيبه وكل فعل ديروه سواء بارطاج ولا جيم ان شاء الله يكون في ميزان حسناتكم. هذا هو الفيديو تاعنا اليوم، ان شاء الله نتلاقاو في فيديو واحد اخر. نقول لكم مع السلامه.